صباح الخيرات. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. أنا سحر، طبيبة ودكتورة أبحاث. عشت في الغرب وتعلمت حاجات كتير مفيدة. في سلسلة الفيديوهات دي عاوزة أشارككم خبراتي وأنقل لكم معلومات ممكن تفيدكم في حياتكم أو علاقاتكم في البيت، في الجامعة، في المدرسة أو في الشغل. وأنا بتكلم عن موضوع النهاردة هاخدكم في جولة في مكان يا رب يعجبكم. هتكلم النهاردة عن موضوع إدارة الخلافات، وإيه الطرق المختلفة اللي الناس عادة بتحل بيها خلافاتها مع الزملاء أو الأصدقاء أو أفراد العيلة مثلا، وإيه الفرق بين كل طريقة والتانية. وعلشان أفسر الفروقات دي هستخدم النهاردة نموذج عملوه 2 من العلماء الغربيين، والمعروف ب توماس كيلمان Conflict Management Model. أنا هكتب لكم ترجمة بعض الكلمات أو الجمل البسيطة علشان اللي عاوز يتعلم إنجليزي وإحنا بنشرح المواضيع المختلفة يبقى قادر يشوف الكلمة ومعناها. ياريت تكتبولي في التعليقات إذا كانت الطريقة دي تعجبكم أو لأ. في 5 أنماط بنستخدمها لحل الخلافات، وده بيعتمد على عوامل كتير، أهمها درجة الصراحة أو الثقة بالنفس، ودرجة التعاون، وده مرتبط بنوع شخصياتنا. طيب إيه أهمية إننا نعرف الأنماط دي؟ الأهمية إننا علشان نوصل لطريقة لحل الخلافات ترضينا وتريحنا، مهم جدا إننا نفهم إحنا بنتصرف إزاي عند الخلافات، وكمان نفهم تصرفات شركائنا أو أصدقائنا. تعالوا نشوف النمط الأول اللي هو competing أو التنافس. وده لما تقرري أو تقرر إن رأيك هو اللي يمشي، وإن في طريقة واحدة فقط لحل الخلاف، وهو اللي انت عاوزه مش اللي الطرف التاني عاوزه. بمعنى آخر، لما بيكون في شخص واحد فقط هو الفايز ومفيش تعاون بين الأطراف، أنا رأيي هو اللي هيمشي لأن هو الصح أو لأن أنا الكبير مثلا. ميزة النمط ده إنك هتبان إنك واثق من نفسك ومحقق رغباتك كلها، وده ممكن يكون دافع للنجاح في بعض الحالات، ولكن العواقب بتكون مش لطيفة في أحيان أخرى. ليه؟ لأن لما بيكون في تنافس وكل واحد عاوز يعمل اللي عاوزه، ممكن ينتج عنه جو كراهية وحقد يصل في بعض الأحيان للعنف. النمط التاني avoiding أو التجاهل، وده لما تقرر إنك تتجاهل الخلاف وتعتبر إن مفيش خلاف ولا حاجة وإن الأمور ماشية زي الطبيعي، ونقول المقولة المشهورة ربنا ما يجيب خلافات. مثال إنك لما تكون في الشغل في ميتينج أنت كمدير، وحد من التيم بتاعك يفتح موضوع معين بيسبب مشكلة في الشغل مثلا، وانت تقرر انك تغير الموضوع او تقول له ما فيش وقت علشان اناقش الموضوع ده. الطريقة دي ليها ميزة، وهي انك ممكن بتبعد عن الصراعات وتعيش لفترة في سلام لحد ما تقدر تفكر في حل مناسب او ما يبقاش في حل خالص. ولكن العيوب للتصرف ده إنه أنت بتضحي بعلاقاتك مع اللي حواليك، واللي ممكن يكون منهم ناس مهمين بالنسبة لك زي أفراد أسرتك أو أصدقائك، لأنهم هيشعروا إنك تجاهلتهم وإنهم مش مهمين في حياتك. كمان أنت بتخسر فرصة كبيرة تتعلم فيها مهارات في كل مرة بتحل فيها خلافاتك. النمط الثالث accommodating، وهو الاستيعاب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تختلف مع حد في الرأي، زي مثلا عاوز تخرج مع صاحبك وتروحوا السينما، بس صاحبك عاوز يدخل فيلم رعب وانت بتحب الكوميدي، وعلشان ما تختلفوش تقرر انت تروح معاه فيلم الرعب. في الحالة دي الأمور هتبقى هادية ومش هيكون في شد وجذب، وممكن تخرجوا مع بعض كذا مرة ومش هتشعر بالوحدة، لأنك بالطريقة دي هتتنازل عن رغباتك في اختيارات، واللي قدامك هيحس انك سلس وسهل إرضائك. بس عيوب الطريقة دي إنك هتحس إنك في كل مرة بتضحي برغباتك، وإنك ليك احتياجات أو اختيارات اللي حواليك بيتجاهلوها،
وعلى المدى الطويل الشعور ده هيأثر بالسلب على علاقتك بأصدقائك اللي انت ضحيت علشانهم برغبتك المفضلة. النمط الرابع compromising، يعني المفاوضات للتوصل لحل وسط، بمعنى اني اتنازل عن جزء وانت كمان تتنازل عن جزء علشان المركب تمشي والناس تتقابل في الوسط. والحلول بالطريقة دي بيبقى فيها إحساس بالعدل والتوازن اللي بيخلي العلاقات تمشي بسلاسة وبيشجع على التواصل بين الناس. مثال بسيط، إنك انتي مثلا واختك سهرانين قدام التلفزيون واكتشفتوا إن مفيش غير طبق رز بلبن واحد في التلاجة، وطبعا التوقعات إن المفروض كل واحدة تاخد طبق بكامله وهي تتفرج على التلفزيون، وبدل ما تختلفوا على مين اللي هياكل الطبق كله، لا انتوا اتقسمتوا وكل واحدة أكلت نص الطبق. ولكن في برضو عيوب للنمط ده، وهو إنه بعض الأطراف بيحسوا إنهم اتنازلوا عن جزء من رغباتهم، وده بيخليهم مش مبسوطين، بالذات لو في طرف اضطر إنه يضحي بجزء من احتياجاته. النمط الخامس والأخير هو collaboration أو التعاون والمشاركة، وفي الحالة دي الأطراف كلها بتقعد مع بعض وبيتناقشوا في حلول تناسب كل واحد، وفي الحالة دي كل الأطراف بيحصلوا على احتياجاتهم الكاملة بالتساوي. الميزة في الطريقة دي إن كل الأطراف بتحس بالاحترام والتفهم لاحتياجاتهم، لأن الناس قعدوا مع بعض وناقشوا حلول واختاروا مع بعض الحل اللي يناسب كل واحد. الطريقة دي كمان ممكن تخلي الناس تفكر في حلول جديدة out of the box، والنقاشات بتكون مفيدة وكل واحد بيتعلم حاجة جديدة عن نفسه وعن الآخرين. بس لازم نخلي بالنا إن النمط ده في إدارة الخلافات محتاج وقت ونقاش وطولة بال، وإنه مع نمط الحياة السريع وقلة الوقت في أصدقاء وأفراد أسرة مش بيعرفوا عن بعض حاجات كتير، وبيكون التواصل بينهم مش أحسن حاجة. دي الأنماط الخمسة لإدارة الخلافات. اكتبوا لي في التعليقات إيه طريقة حلكم لخلافاتكم وأي نمط المفضل بالنسبة لكم. لو الفيديو ده عجبكم اعملوا لايك، ولو المحتوى مفيد لكم اشتركوا في القناة. شكرا وإلى اللقاء.